ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صينية الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة خالص. جلاش عادي بنعمله في اي مناسبة. بس طعمه حلو جدا، بعمله باللبن والبيض. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنبتدي بقى نحضر للعصاج بتاع اللحمة بتاع الجلاش. هنجيب بصلتين كبار مبشورين، اقلبهم تقلبتين كده دقيقتين. اول ما يتبلوا هنزل عليهم بنص كيلو لحمة مفرومة، واحط توابل ملح وفلفل بس، وممكن جوز الطيب، مش اكتر من كده. انا الجلاش مش بيحب التوابل الكتير، فانا هكتفي بالملح والفلفل واقلبهم كويس مع بعض، واسيبهم ربع ساعة او تلت ساعة لحد ما يستووا معايا ويجهزوا عشان نحشي بيهم الجلاش. بعد ما عصجنا اللحمة هنبدأ بقى نشتغل في الجلاش. معايا شوية سمنة سيحتهم، ومعايا ورقة جلاش هبتدي افردها واقطعها على قد تدويرة الصينية. انا لو عندي صينية طويلة مستطيل، هفرد فيها الجلاش بالطول، مش هقطع منه حاجة، بس الصينية عنده مدورة، فانا هقطعها على قد الصينية، على قد تدويرة الصينية، واللي هيطلع منها مش هنهدره، هنحطه برضو في الصينية. انا دهنة الصينية سمنة، وهبتدي ارص فيها، هاخد ورقتين وادهنهم بالسمنة، يعني كل ورقتين هديهم دهنة سمنة. وبعدين كمان احط الجلاش اللي احنا قطعناه، الباقي اللي طلع من التدويرة ده، هوزعه في الصينية في النص، يعني كل ورقتين كده هحط بينهم سمنة، هرش سمنة وابتدي احط شوية من الورق اللي احنا قطعناه اللي طلع من التقطيع ده، خسارة ما يترماش، مش هيبقى. انا عندي هقسم ورقة الجلاش دي في الصينية، هقسمها على 3 اجزاء. هحط التلت الاول، وبعد كده هفرد جزء من اللحمة، مش هحط اللحمة الكمية كلها مرة واحدة. وبعد كده هفرد جزء كمان منها، يعني انا هقسم الورق كله على 3 اجزاء. جزء هحطه في البداية، وبعدين هحط نص كمية اللحمة، وبعد كده هكمل رص الورق، احط الجزء التاني وادهن زبدة سمنة او الزبدة زي ما بتحبوا. وبعد كده هحط برضو جزء اللحمة التاني على مرتين، يعني انا مش هحط اللحمة كلها مرة واحدة. بتديني هشاشة حلوة للجلاش، والقطعة بتبقى عالية كده وشكلها حلو. بعد ما خلصنا بقى الجزء الثالث ورصيناه بنفس الطريقة، كل ورقتين بدهنهم زبدة او سمنة. هبتدي بقى ارش كمية كويسة على الوش كده، دي اخر طبقة. هحط شوية سمنة حلوين عشان التحمير بقى، عشان تتحمر حلو ويبقى وشها حلو. هرش شوية السمنة، وبعد كده نبتدي نقطعها وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة. وده شكلها بعد ما قطعناها، هنحطها في الفرن. معايا بيضة ورشة ملح ورشة فلفل، هحطهم على البيضة واربها كويس، واحط عليهم 3/4 كوباية لبن، واقلبهم كويس، وتكون الصينية خدت لون كده، اسقيها وادخلها الفرن تاني. وده شكلها النهائي بعد ما طلعناها من الفرن وقطعناها وطلعناها كده. واحدة انا قلبها عشان تشوفوا لونها من تحت واللون اللي من فوق، هشة وطرية وجميلة وريحتها حلوة قوي. البيض مش مديها زفارة خالص، لما نحط له ملح وفلفل مش بيديها زفارة. ممكن نستغنى عن البيض براحتكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.